عارف ايه اكتر جملة بنشوفها كل يوم وما بقاش ليها اي تأثير؟ البقاء لله. كل يوم بنسمع حد بندعو عليه في الجامع، بنشوفها في ستوري واتس، في الفيسبوك، ويمكن انت لسه سامعها من الجامع دلوقتي. وكأننا حاسين ان الموت مش لينا، الموت لغيرنا بس، واحنا مخلدين مش هنموت. بس في واحد كان ليه رأي تاني وشاف الموضوع بمنظور آخر. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: كل يوم يقال مات فلان وفلان، ولا بد من يوم يقال فيه مات عمر. شيل كلمة عمر دي وحط اسمك انت. كل يوم يقال فيه مات فلان وفلان، ولا بد من يوم يقال فيه مات حمزة. إحساسك إيه؟ إحساسك إيه لما أنت تسمع إن اللي بينادى عليه في المسجد وفي الواتس وفي الفيس هو اسمك، وإن أنت اللي جه عليك الأجل؟ إحساسك إيه؟ المشكلة مش في الموت، لأننا كلنا عارفين إن إحنا هنموت، ودي الحقيقة الوحيدة المتفق عليها من البشر كلهم. المشكلة إننا فاكرين إننا عندنا وقت، بكرة هصلي، بكرة هتوب، بكرة هبطل الغلط اللي أنا فيه ده. ولكن بكرة ده ضيع ناس كتير، والناس دول نفسهم بقوا هم فلان وفلان اللي احنا بنقول عليهم. فاحنا ممكن بكرة نكون احنا فلان ده، ممكن والله بعد ساعة ينادى علينا في الميكروفونات وينادوا علينا في المساجد وفي الفيس والواتس وكل حاجة إننا متنا. سيدنا عمر لما مات رضي الله عنه الناس زعلت عليه بجد. طيب ليه؟ لأن هو ساب عدل، ساب أثر. احنا مش مطلوب مننا نكون زي سيدنا عمر، احنا المطلوب مننا نصلح قلبنا. ابدأ بنفسك، ثم أهل بيتك وصحابك. ابدأ بكلامك، ابدأ بطريقة تعاملك مع الناس. ابدأ اونلاين مثلا الصفحة بتاعتك على الفيس، واتس، يوتيوب، اي حاجة يكون فيها اثر طيب، اثر يشهد ليك ما يشهدش عليك يوم القيامة. اثر اثر الله عز وجل قد يشفع لك به ان انت سبت اثر طيب. علم ينتفع به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، ومنها علم ينتفع به. تمام، سيب علم ينتفع به، حتى لو مش انت اللي بتقدم. انشر شيوخ، فيديو مؤثر سمعته طيب ما فيهوش حاجه تغضب ربنا، انشره لعل احد استفاد بيه وتكون في ميزان حسناتك انت كمان. فاهم ازاي؟ الكلام ده مش مجرد موعظه، ده تنبيه. انت لسه عايش، اذا عندك فرصه تتوب. غير نهايتك يا صديقي، غير نهايتك. يعني ما تخليش نفسك على هذا الوضع، لأن اليوم اللي هنموت فيه هو يوم عادي خالص. انت صاحي بتعمل نفس اللي بتعمله كل يوم، ولكن قد يكون هذا آخر يوم لك. غير نهايتك يا صديقي وغير حياتك، لأننا في يوم من الأيام هنكون هنا، هنكون هنا. والله 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 يوم من الأيام هنكون هنا. مات حمزة، مات عمر، مات خالد، مات أحمد، مات محمد. هنا اسمنا هنكون مكان الاسم ده والله. فهل أنت في حالة ينفع تقابل فيها ربنا؟ هل أنت في حالة مستعد للقاء الله عز وجل؟ فيا صديقي، فوق بالله عليك قبل ما يجي الوقت التي لا تنفع فيه الحسرة ولا الندامة ولا التوبة. توب بالله عليك يا صديقي من دلوقتي، اعقدها نية لله عز وجل إن دلوقتي نقطة تغيير في حياتك، وابدأ بأي حاجة بسيطة. وافتكر يا صديقي دايما إن السيرة أطول من العمر. سيب سيرة طيبة بين أصحابك، بين الناس، بين أهلك. لا قدر الله لو مت قبل أهلك يكونوا أنت تكون بر بيهم، تدخل ببرهم هذا الجنة. تمام. فصديقي بالله عليك يعني خلاص ما عادش وقت. انت عارف ان الدنيا خلاص بقت بسرعة قوي، وفي شباب ياما قوي بقوا بيموتوا، وما بين ايدينا كده، وما بيننا ومن اصحابنا ومن اخواتنا ومن اهلنا ومن جيراننا. ويعني اكيد ليك يعني قصة مع حاجة زي كده، ان حد شاب مات، فانت ممكن تكون مكان الشاب ده. فما ينفعش والله، والله ما ينفع ان احنا نقابل ربنا بهذا القلب. نسأل الله عز وجل قلبا سليما يصلح للقياه سبحانه وتعالى. فيا رب أصلح قلوبنا وأصلح أنفسنا وأصلح حياتنا إلى ما تحب وترضاه يا رب يا رب يا رب. وبكده وصلت نهاية هذه الموعظة وهذا التنبيه، لعل الله عز وجل
ينفع به الناس. فلو استفدت بيه ما تنساش تنشره لغيرك عشان تكون صدقة جارية ليا وليك إن شاء الله بعد ما نموت، وإن شاء الله تكون لنا حجة لنا يوم القيامة لا علينا. ما تنساش طبعا تدعمنا بلايك واشتراك وتساعدنا في إننا ننشر المحتوى ده للناس وكل استفاد بيه. ودعنا طبعا بلايك وكومنت كده، يعني تقول لنا حاجة أثرت فيك من الحلقة أو قصة أثرت فيك لعل أحد استفاد بيها من اللي هيشاهدونا يعني إن شاء الله. تمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.